ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ زمان كان في عربيه نازله اسمها رينو فلونس، طبعا كلنا عارفينها. موديلات 2010 2011. العربيه دي كانت ناجحه بس مش قوي. بدات العربيه تنجح امتى بقى؟ لما نزل عليها الموتور والفتيس بتاع السنترا. من بعد موديلات 2013 كده كل اللي كان بيروح يشتريها يقول لك العربيه دلوقتي بقت نفس موتور وفتيس السنترا، ما تقلقش منها من اي حاجه، وموجوده قطع الغيار بتاعتها عند البقال. وفضلت السنترا التحديث المهم جدا لنيسان صني، وناس كتير كانت بتحبها، وخصوصا ان الفتيس بتاعها السي في تي ما حصلش منه مشاكل كتير. ومع زيادات الاسعار اللي فاتت العربيه كان السعر بتاعها مبالغ فيه شويه. بس دلوقتي انا جاي اقول لكم ان نيسان سنترا خدت تخفيض كبير جدا، اكتر من 111 الف جنيه، عشان سعرها بدل ما يكون مليون جنيه يبقى 888 الف جنيه بس. وده هيخلي عربيات كتير موجوده في السوق تحت فئه المليون جنيه تعيد تسعيرها مره تانية، وانا بتكلم عن عربيات السيدان. ومع العلم طبعا ان السنترا بتيجي بموتور 1600 سي سي مع الفتيس السي في تي، والكميات الاساسيه اللي احنا عارفينها، التكييف والاربعه ازاز كهرباء والاي بي اس والاي بي دي والاثنين ارباج والحاجات الظريفه دي. يعني العربيه ما تعتبرش فاضيه خالص زي الاكسنت الار بي مثلا اللي في نفس السعر. من اهم العربيات بقى اللي هترجع تعيد تسعيرها تاني ايه؟ الام جي 5 اللي بتيجي بسعر 950 الف جنيه لاول فئه، وبتيجي بموتور 1500 سي سي مع فتيس سي في تي. تاني عربيه برضو محتاجه تعيد تسعيرها الاكسنت الار بي اللي بتيجي بموتور وفتيس كويس بصراحه، موتور 1600 سي سي مع فتيس 6 سرعات اوتوماتيك. بس العربيه بتيجي فاضيه تقريبا من كل حاجه، وبتيجي بسعر غالي جدا 800 الف جنيه، وطبعا فرق المساحات لصالح السنتر. تالت عربيه برضو محتاجه تفكر البايك اليو 5. العربيه ما انتشرتش قوي، ما نجحتش قوي. بدات تبيع بس مش بالاعداد اللي احنا متخيلينها. بتيجي بموتور 1500 سي سي مع فتيس سي في تي، وبتيجي اول فئه منها بسعر 900 الف جنيه، فدي برضو محتاجه تعيد تسعيرها. ومعانا العربيه اللي تعتبر كويسه مش وحشه، جيل امجراند، عربيه اوتوموبيل كبير مش صغير، بتيجي بسعر 800 الف جنيه، موتور 1600 سي سي مع فتيس 6 سرعات اوتوماتيك. عربيه كويسه مش وحشه، من براند كويس اللي هو جيلي. ما بعتش كتير، بس سعرها اللي هو 880 الف جنيه محتاج ينزل شويه، 80 الف جنيه دول محتاجين يتشالوا. واخر عربيه معانا الايدي التجميع المحلي، ودي بتيجي بسعر 935 الف جنيه. دي اول فئه خالص، على موتور 1600 سي سي على فتيس 6 سرعات اوتوماتيك. العربيه تعتبر ستاندرد، فيها شويه الكميات الاساسيه اللي انت محتاجها مش اكتر. دي برضو محتاجه تنزل لها خمسينية ولا حاجه. طب سعر السنترا كده كويس، تعتبر تسعير السنترا ده معقول جدا. السنترا 2025 بتيجي في السعوديه اول فئه بسعر 80 الف ريال، يعني لو حولناها بالمصري تقريبا على 13 جنيه بنتكلم في 950 الف جنيه. الشكل الجديد والامكانيات الاعلى وبتاع، بس كمقارنه اسعار بين مصر والسعوديه تعتبر السعر كويس مش وحش. انا شايف ان هي تعتبر صفقه كويسه مش وحشه. لو انت بتفكر تجيب نيسان صاني بعد ارتفاع اسعارها الزياده اللي ملهاش لازمه اللي نزلت عليها دي، انصحك تبص على السنترا. بس السنترا مش عربيه شغل، ده عربيه استخدام شخصي، هتجيبها تروح بيها شغلك، تروح بيها مشوار، عربيه عائليه ممتازه. لو هتشتغل مثلا في شركه سياحه توصيل كده بالعقل، انما لو هتنزل بقى تطبيقات اوبر وكريم واندرايف والحاجات دي كلها، لا، انصحك تبص للصاني احسن، عشان الفتيس الاوتوماتيك الموجود في الصني هيخدمك اكتر. وبس ده كان كل حاجه النهارده، يا ريت تشاركونا بارائكم في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سعيد، سلام.